لعيب الكوره ده انا ما كنتش مصاحباه، كان بيجري ورايا وكان بيجي لي الساحل وكان بيجي يبوس ايد ماما علشان يتجوزني. اكتشفت انه قليل الادب وخاين وافعاله مش تمام. الفنانه منى فاروق رجعت من تاني لاثاره الجدل على السوشيال ميديا، وده بعد ما اعلنت في فيديو نشرته على صفحتها بالانستجرام انها كانت مخطوبه للاعب كره قدم مشهور جدا، ولكنها رفضت تذكر اسمه، وده بعد ما لف وراها كتير عشان يتقرب منها وهي كانت بتصده عشان شايفاه انه اصغر منها بكتير وعيل بالنسبه لها، وقالت له انا مش هرمرم. ولكن بسبب اصراره ومطاردته ليها في كل مكان، منى وافقت على الخطوبه، وقالت ان الخطوبه دي ما استمرتش لفتره طويله واتفشكلت، وده بسبب انها اكتشفت عنه حاجات كتيره سيئه في شخصيته، منها انه بيكلم بنات وبيخونها وبيتعاطى المخدرات، عشان كده سابته فورا. ووضحت منى وقالت ان لاعب الكره ده شاب صغير ولسه متجوز، وكان بيخون مراته مع واحده مفهمها اننا كنا على علاقه مع بعض. ولكن الغريب بقى ان منى فاروق اعلنت عن خطوبتها في نفس اليوم اللي فضحت فيه لاعب كره القدم، وده خلى الكل يستغرب من رد فعلها، ومحدش يعرف لغايه دلوقتي مين هو اللاعب ده اللي كانت بتتكلم عليه منى فاروق. شاركونا في التعليقات وقولوا لنا يا ترى منى فاروق تقصد مين.